شكرا. الأخ أبو تميمة، هذا أبو تميمة الجربوع اللي فوق، اسمك يا أخي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم أخي الشرعي أحمد. والله عندي مدة حبيت نطلع معك وما طاحتش الفرصة على كل حال. الله وسهلا. الله وسهلا. أنا تعجبني فيك زوج حوايج برك، والباقي حاجة ما تعجبني. راسي ولا حاجة تمامه؟ والله لا نحكي وش لاحظت فيك. الحاجة الأولى اللي نحبها فيك والله يعني نصدقك، يعني صادقك، يعني مش الحاجة الأولى هو أنك ما تحبش الكلام في الأعراض، وهذه والله غنتحي لك عليها وبارك الله فيك. هذه الأولى ما نقبلها. أيوة. الحاجة الثانية اللي نحييك عليها وإن شاء الله ما تتغيرش، وهو أنك ضد التطبيع. فهاد زوج نقاط نحبهم فيك بزاف. حاجة واحدة أخرى ما نحبهمش. أنا جزائري وكون في علمك أني أنا من الناس اللي صوتوا ضد التبون وكنت ضده، ولكن الآن يشرفني أن تقول علي تبون. ليش؟ تبوني والله غير يشرفني. ليش؟ لأنه أولا ضد التطبيع، فبما أنه ضد التطبيع فعادي أنه ما أقولش عليك أنت مطبع، ولكن دعاة التطبيع عادي تهجموا عليه، لأنه لو ما تهجموش عليه أنا راح نشك في الولاء تاعهم. هذا اللي المطبعين اللي ما يتهجمش على تبون أنا راح نشك في الولاء تاعو لإسرائيل. هذه بصفة عامة. كيف؟ عيد العبارة الأخير. الذي لا يتهجم على تبون. المطبع الذي لا يتهجم على تبون أشك في ولائه لكيان الصوص. يعني أنا اليوم أنت شهدت لي أنني أتكلم على المطبعين، أنت خارج المطبعين. أنا لست مطبعا وأنت قد تبون، أين تضعني أنت؟ لا أنت حالة خاصة، أنت راك تسترزق عادي. لا عادي، أنت عادي، أنت ممكن غدوة تكون في لا عادي. أنا كنت نسمع لك أثناء لما كان الحراك في 2019، كنت نتابعك في الفيديوهات في اليوتيوب. يعني كنت تشكر جزائريين ولا أحسن ثورة ودرت. لا أنا صالحك، أنا لا أكذب عليك، أنا كنت نتابعك وكنت درت حتى في زوج شيئين ما يعجبينك فيني. أنت قلت واحدة أنني أهاجم تبون، الثانية لا هاجم على راحك يا أخي، هاجم على لا قلت لك عندك زوج خصال نحبهم فيك، هذا ما كان، والباقي ما نحبهمش. طرح تاعك لا يعجبوني. ما أنت لو أنت لو دخلت للتمثيل كنت تديها على عادل إمام، يعني صالحك. لا يعني ما نجملوش. عندك أسلوب، تعرف كي تحب تستهزأ من إنسان تستهزأ به، كي تحب تمرر أفكارك تمررها. لا عادي وأنا نتكلم، أنا صادقك، أنا ما نكذبش عليك. الله يسامحك يا أخي، بس ما أدري كيف أقولك. طيب أوكي. أيضا حبيت نتكلم في واحدة النقطة برك بسيطة، هي ملاحظة لخوتي الجزائريين وخوتنا تانية المغاربة. يعني نقول لهم اتقوا الله في ماذا؟ في الكذب والبهتان. بكنا إذا كان شوف لو نرجع قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة، العرب كانوا فيهم صفات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال جئت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. فكان فيهم الشرف، كانوا يوصل درجة أنه يؤد البنت نتاعو حية باش ما تجيبلوش الشرف. وهذه رسالة للناس اللي ما عندهم الشرف في هذا الوقت. كانت عندهم ميزة أخرى وهي الصدق. أبو سفيان لما استدعاه هرقل عظيم الروم، استدعاه باش يسألوا عن الرسول، وأبو سفيان كان أشد الأعداء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهرقل سأل أبو سفيان وقال له سألوا عن الرسول، عن النسب تاعو وكذا، ومن بعد قال له هل يكذب؟ قال لا. وسفيان أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. فوش قال أبو سفيان؟ قال
لو لم أخف أن يقول عني العرب أني كاذب لكذبت. نعم. فهمتوا واش انا حاب نقول لخوتي اللي يطلعوا لي لايف، اللي يطلعوا لي لايف هذو يتقوا الله، لأن ممكن كلمة لا تلقي لها بال تهوي بصاحبها في جهنم 70 خريفا. أنا نصيحة نوجهها للناس اللي يطلعوا لي لايف. هذه الملاحظة وبارك الله فيكم. يا سلام يا سلام. الملاحظة الأخيرة أنا بصراحة أضرب لك تعظيم سلام.